عاوز تسمع الجديد وما تضيعش وقتك غير في المفيد، سيب المؤشر على الشباب الرياضة FM 108. في كل ملعب ورا كل فعالية قصص ما تعرفهاش عن الناس اللي بيصنعوا الحدث، الإدارة، الاستثمار، التنظيم، الإبداع. كل زاوية لها قصة، كل لحظة لها جانب مش ظاهر. الملعب من الناحية التانية. رجعنا لكم بعد الموجز، لسه معاكم، برحب بيكم مرة تانية. يلا كلنا ننزل نلعب، نروح للملعب. واحنا في برنامجنا الملعب من الناحية التانية بنقول ان الرياضة مش بس ان احنا لا نسمع ولا نتفرج، لا احنا نعيش الرياضة. أستاذ عبد الحميد عمران، يعني نتكلم عن عملك في الموقع الموحد بالهيئة الوطنية للإعلام. الشغل ده إيه إزاي؟ وإيه طبيعة الموضوعات اللي تحب تكتبها وتنشرها في هذا الموقع الموحد؟ بالنسبة للموقع الموحد دي كانت قصته برضه ليها ذكريات في النيل للرياضة. أنا قابلت الأستاذ أحمد السباعي رئيس تحرير الموقع الموحد. قبل ما يبقى رئيس تحرير الموقع الموحد كان هو رئيس تحرير برنامج هي والرياضة، وكان عامل برامج كتير في النيل للرياضة، كان هو رئيس التحرير بتاعها. وبعدين بعد 7 سنين اتقابلنا تاني، فبقول له حضرتك الموقع الموحد وكده، قال لي انا اللي عامله. فخدني ضمني للفريق. طبعا هو علمني من البدايه طبعا ازاي ابقى ناشر وازاي ابقى صحفي، فضل يرجع له طبعا في الاول في الاخر. وهو اصلا بالنسبه للرياضه هو ما شاء الله عليه، كل ما يعمل برنامج رياضي بيبقى الحمد لله ناجح، وسابه لفتره طويله، كان فاضل البرنامج شغال فتره طويله يعني. تاني حاجه بالنسبه للموقع الموحد، هو الاسبوع اللي فات كان واخد حوالي 1 مليار مشاهده الموقع الموحد، ودي حاجه عظيمه للموقع. وبالنسبه للرياضه، الاستاذ احمد انشا برضو زي قناه بالنسبه للرياضه فيها محررين بيكتبوا رياضه فقط. يعني هم حاليا دلوقتي بيغطوا كاس العالم 2026 وبيغطوا كاس مصر، وكل البرامج اللي هي الخاصه كل ما يخص الرياضه هو عامل لها حاجه لوحدها. زي مثلا المحافظات برضو نفس الحكايه، اقسام يعني، قسم للمحافظات، قسم للرياضه، قسم لشباب الرياضه بيغطي شباب الرياضه، بيغطي ذات القرآن الكريم اللي هي واخد 1 مليار مشاهده، بيغطي الشرق الاوسط، بيغطي القناه الاولى الثانيه الفضائيه، كل القنوات المصريه بيغطيها في الموقع الموحد. حضرتك بتغطي محافظة الجيزة ومحافظة البحيرة، يعني بالتأكيد بتركز على حاجات في التغطية الإعلامية والصحفية الخاصة بهاتين المحافظتين، بس بالتأكيد في فرق في التغطية بالتأكيد بين الجيزة والبحيرة. هو حضرتك يعتبر التوجه واحد. يعني مثلا في محافظة البحيرة بيتكلموا عن القمح ومحصول القمح وإزاي يعني الحمد لله احنا بدأنا يعني نشون قد إيه قمح وكميات. نفس الحكايه في الجيزه برضو بيبداوا برضو يتكلموا عن القمح. مثلا في محافظه الجيزه بيتكلم عن نظافه الطريق واستصلاح الطرق والمخالفات. هو المحافظات كلها عملها متقارب جدا من بعض. يعني انا بغطي محافظتين بحس ان نفس التوجهات، مهتمين بنظافه، مهتمين بالمباني، مهتمين بالحاجات اللي هي ترفع من شأن الدوله وتدعم دوله بان هي تبقى يعني حاجه مشرفه قدام العالم. هل كل المحافظات بتلاقي نفس الاهتمام؟ يعني احنا مثلا نقول دايما ان سكان المحافظات خارج القاهره الكبرى بيعانوا بقدر ما من ان هم بعاد شويه عن الاحداث، عن الخطط، لكن دلوقتي في صحوه. هل الصحوه دي انعكست على تغطيه المحافظات كلها؟ يعني هقول لحضرتك بالنسبه للبحيره، الدكتوره جاكلين عازر محافظه البحيره بصراحه عامله شغل جامد جدا، وبرضه مهتميه بالصحه والمستشفيات، وبعدين جولات متتاليه على ارض الواقع مش من المكتب بتاعها. بتنزل وبتشوف الناس وبتعمل جولات في للتعليم وللصحه وكل المجالات. مهتميه جدا بالطرق، مهتميه جدا بالنظافه. اعتقد ان دلوقتي ما بقاش فيه محافظ قاعد في المكتب بتاعه. يعني هتلاقي حضرتك المحافظ دلوقتي لما باجي اغطي محافظه الجيزه بلاقيه بيغطي 3-4 نشاطات في يوم واحد. يعني مش مثلا النهارده تعليم بس، النهارده صحه، لا، تبص تلاقي حضرتك رايح يعمل اشغالات في نفس اليوم. يروح مثلا يشوف مستشفى، مدرسه، طريق، نفس التوجه واحد. ودلوقتي المحافظات بقت زي بعضها كلها في الاهتمام، ما فيش محافظه اهم من محافظه، كله دلوقتي بقى واحد وشغالين كلهم زي بعض.
الإثارة على الشباب والرياضة ما تنتهيش، والمهارة عندها زيها ما تلاقيش. الشباب والرياضة 108 FM، اسمعها بحرفنة، اسمعها بحرفنة. الملعب من الناحية التانية، هنعيش معاكم فيها كواليس عالم الرياضة، تفاصيل نعرفها مع بعض. خليكم معانا. الملعب من الناحية التانية. كان زمان محرر المحافظات بيروح المحافظة ياخد الأخبار، يبعتوا له الأخبار، يتلقى شكاوى المواطنين. لكن بتلاقي دلوقتي الدور بقى أكبر بكتير، لأن عندك مشاكل اللي بتجيلك سواء بريد إلكتروني، سواء بتلاحظها على السوشيال ميديا، بتروح المحافظة، بتشوف الشوارع. إيه شكل مصادر معلوماتك عن المحافظة وعن إحساسك بهموم المحافظة اللي بتغطيها؟ المحافظة المصادر بتاعتي ودي حاجة سياسة تحريرية، إن لازم يكون جاي لي خبر موثق من المحافظة نفسها، يعني يكون خبر جاي لي من الميل بتاع المحافظة عشان انا اقدر اتاكد من الخبر انه صحيح وانشره. ثانيا بيبقى فيه بقى حاجات تانية اللي هي جولات بيدعو فيها الاعلاميين اللي هم يحضروها مع المحافظ. فالجولات دي انا طبعا مش كلها بروح البحيره، لكن كمحافظه الجيزه بنزل مع المحافظ وكده، ودي بصراحه شديده يعني عشان هي محافظه بعيده عني شويه، ولكن برضه بروح بحضر بعض الحاجات، لكن الاكثر بيبقى في محافظه الجيزه على اساس ان هي قريبه من سكن. كل ما كنت قريب اكيد هتكون متابع مشاكل المحافظه اللي حضرتك بتكون موجود فيها اكتر، وعارف بقى يعني مش هيجي حد يقول لك المشكله دي مش موجوده وهي موجوده، فهتتابعها. والسوشيال ميديا بقى بتتعامل ازاي؟ مثلا لو قالوا محافظه كذا فيها مشكله كبيره في موضوع كذا، بتعرف وتتحقق ازاي من المعلومات الكتير اللي فيها الصحيح والخاطئ على السوشيال ميديا؟ بص حضرتك، هو الخبر اللي هو بيبقى عامه مش مظبوط او الصوره اللي هي بتبقى مش مظبوطه، في اللي هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يكشفها دلوقتي، الفيديوهات، الصور، والحاجات دي احنا خدنا فيها دورات في الموقع الموحد. الاستاذ احمد بعتنا خدنا دوره في اكاديميه ماسبيرو على اساس ان احنا نقدر نطور من نفسينا، نقدر نشوف الخبر ده مصدره ايه الاول، هل الكلام ده صحيح ولا لا. تاني حاجه بنقدر نشوف من خلال الميل بتاع المحافظه ونتواصل مع المسؤول الاعلامي في المحافظه هل الخبر ده صحيح ولا لا، ونبدا ننشر الخبر صح. عامه الموقع الموحد زي اي جريده رسميه ما بينشرش خبر الا لما يكون متحقق منه 100%. شبابها هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها هم دول ولادها، بالاجتهاد والعمل وبالضمير. النجاح انك تفيد بلدك وناسك تبني خير. النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابها هم دول ولادها، أحلى
يحققوه. سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا. كل واحد ليه طموح او حلم نفسه يحققوه. سهل جدا انه يوصل، يلا يا شباب ابدأوا. اي حلم احلمنا بيه هنوصل له بس مصدق. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي امانة في ايديهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عليهم. دول املنا فيهم، نبني بيهم مصر احلى بكرة بيهم. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها. مصر دي أمانة في ايديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم. دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. الشباب ورياضة 108 FM بتديلك في اليوم متعة وحماس 24 ساعة، لكن مش هتديلك وقت بدل ضايع، لأن في الشباب ورياضة مفيش وقت منك ضايع. خليكم معانا. الملعب من الناحية التانية. نادية النشار. إخراج دينا فايد. كابتن احمد جادو، يعني اللعبات القتاليه بالتاكيد بنحاول ننشرها بين الشباب. طبعا اللعبات الفرديه دي من اللعبات المهمه جدا لانها بتحقق ميداليات كبيره وكتيره جدا. يعني طبعا احنا مع احترامنا وتقديرنا لكل اللعبات الجماعيه، لكن اللعبات الفرديه ممكن لاعب يجيب مثلا زي مايكل فيليبس السباح الامريكي الشهير، جاب لوحده في دوره العاب جاب 10 ميداليات لوحده، يعني ب 10 فرق. فبالتاكيد يعني بنحاول ننشر فكره الاهتمام باللعبات مش الشهيده، اللعبات الشهيره زي التايكوندو والجودو والمصارعه والملاكمه. انت ازاي شايف ان احنا ممكن ننشر هذه اللعبات بين الشباب المصري؟ هو انا في البدايه بس عايز اذكر موقف حصل بيني وبين الاستاذ عبد الفتاح حسن، كان من اكتر من 20 سنه تقريبا. وبعدين عرضت عليه فكره برنامج ان احنا كنا عاوزين نعمل برنامج يغطي احداث العاب الدفاع عن النفس والالعاب الاخرى يعني وكده. فقال لي جمله شهيره يعني انا دايما فاكرها وهي شهيره بالنسبه لي طبعا لان دايما بتذكرها وكانت نقطه تحول في حياتي. فقال لي البطوله بتاعت الالعاب الثانيه، الجودو والتايكوندو والكونغ فو والملاكمه، اي لعبه من الالعاب اللي انت بتتكلم عنها دي بتبقى كام بطوله في السنه؟ فقلت له ممكن بطوله بطولتين. قال لي قول 5. قال لي انما الكوره كل 3 أيام بطولة، كل 5 دقايق مباراة مختلفة. فالكورة مادة سرية ومادة دسمة، في أحداث فيها كتير، عشان كده الكورة واخدة حقها أكتر من باقي الألعاب. فمن هنا كانت نقطة تحول في حياتي. قعدت أفكر طيب ازاي نخلي باقي الرياضات ماده سريه. بدات بقى ابحث واشوف، لقيت ان مثلا ممكن نتكلم عن السباحه مثلا، تاريخ السباحه، اشهر الدول اللي كانت متقدمه فيها، احداث حصلت للابطال بتوع السباحه، وطبعا زيه في الملاكمه وزيه في التايكوندو وزيه في الكونغ فو. فبدانا بقى عندنا قاعده كبيره جدا من كافه المعلومات. فنيجي مثلا نتكلم عن الملاكمه، في ملاكمين كتير جدا، والملاكمه دي لعبه قديمه يعني عمرها كبير. فبدانا نحكي قصص الملاكمين وما وراء الكواليس اللي كانت بتحصل قبل المباريات، عن الاحداث الشخصيه للملاكمين، ازاي كان ضعيف وبقى قوي، وازاي اتصاب وبعدين رجع تاني للتمرين ولياقته، وهكذا في كل الرياضات. فمن هنا بدانا نوصل الفكره دي. كان في مبدا كان المجتمع كان رافضه،
مبدا العنف. فكلمه مصطلح رياضه قتاليه ما بنستخدمهاش غير في الجيش مثلا، في الشرطه، انما بين الناس انا مش هعلم حد قتال ولا اخليه يبقى عنيف عشان خاطر ما يشكلش خطوره على الناس. فمن هنا بدانا نقول ايه؟ العاب دفاع عن النفس. فاحنا في المقام الاول العاب مخصصه للدفاع عن النفس، لدرجه ان احنا دلوقتي بنعلمها للاطفال، بس بتعلمها بطريقه مختلفه. يعني مثلا لما ادرب مقاتل في القوات المسلحه مثلا، ادربه بطريقه مختلفه عن لما اكون مدرب ولاد في نادي او في صاله جيم. الموضوع يبقى مختلف في بعض الحركات وبعض التدريبات تفرق انك تديها لحد هيستخدمها ازاي. يعني لو حصل اختلاف مثلا بين ولاد في المدرسه وهم متعلمين النزال بشكل معين، لا ده هيشكل خطوره، انما بنعلمهم لينا حدود معينه نقدر نتواصل معاها. من هنا بدات تنتشر رياضات دفاع عن النفس. طبعا في عندك اختلاف حده الالعاب، يعني في العاب بطبعها عنيفه وفي العاب اقل في الحده وفي وهكذا يعني، فانت بتختار بقى. وفي العاب استعراضيه برضه في الالعاب القتاليه او العاب الدفاع عن النفس، وفي العاب عاديه وهكذا. طب هل هذه اللعبات اللي حضرتك بتقول عليها لعبات الدفاع عن النفس هل مناسبة للفتاة بصفة عامة؟ جدا. لازم كل الفتيات تتعلم طبعا دفاع عن النفس، كل انسان مش الفتيات وبس. ده حتى احنا عملنا حاجات لكبار السن، عملنا حاجات لذوي الاحتياجات الخاصة. فلازم كل انسان يكون عنده وسيلة يقدر يدافع بيها عن نفسه وقت الاحتياج. ده حاجة طبيعية يعني. حتى لو انت مثلا اتعرضت لموقف، ازاي تقدر تدافع عن نفسك فيه بدون اي ما يحصل لك ضرر او تضر اللي قدامك. يعني طبعا لازم الفتيات لازم تتعلم دفاع عن النفس، ولكن زي ما قلنا بطريقه تتناسب معاها كفتاه. يعني مش هخليها مثلا تبقى ماسكه سلاح مثلا وتدافع بيه، لا انا ممكن اخليها تدافع عن نفسها ضد حد داخل عليها بسلاح مثلا او بآلة حاده او اي كده. في كل ملعب ورا كل فعالية قصص ما تعرفهاش عن الناس اللي بيصنعوا الحدث. الإدارة، الاستثمار، التنظيم، الإبداع. كل زاوية لها قصة، كل لحظة لها جانب مش ظاهر. الملعب من الناحية التانية. وهرجع بقى أختم حلقتنا النهاردة مع الأستاذ مصطفى طاهر، لأنه أرجع لكأس العالم والإلهام على مر تاريخ بطولات كأس العالم. قد إيه كان شغف الجماهير والمعلومات والقصص الإنسانية المصاحبة لبطولات كأس العالم. المونديال طبعا حدث مركزي وعالمي مهم. كرة القدم شيء بيجمع العالم، بيجمع كل اللغات وكل الأفكار والأيديولوجيات بتيجي تتوحد في حب كرة القدم. المونديال كمان وصل لمحطة دلوقتي هي محطة فارقة في تاريخه، وهي ان هو البطولة الأكبر عبر التاريخ. لأول مرة في تاريخ البطولة 48 دولة تشارك في نفس البطولة. احنا كنا وصلنا ل 32 دولة لغاية قطر 2022، وده عدد كبير. والبطولة يعني فيها زخم رهيب جدا. احنا يعني نفسنا اتقطع زي ما بيقولوا كده، ناس بقينا مش بنلحق ننام، والماتشات الساعة 7 الصبح والمواعيد مقلوبة. فالبطولة يعني لفت نظر العالم، شايفها بطولة من أنجح بطولات كأس العالم على فكرة عبر التاريخ. كانت الناس عندها تخوفات، بطولة أول مرة تنظيم مشترك بين 3 دول، مسافات كبيرة، لكن الحقيقة البطولة فيها زخم جماهيري. كرة القدم بقى في قوة دافعة زي ما احنا قلنا بقت قادرة ان هي تحركها. البطولة كمان فيها احداث تاريخية مهمة تحققت ولسه بتتحقق. ليو ميسي كسر الرقم التاريخي للهداف، هداف البطولة عبر العصور، 18 هدف عملها وهو في المنعطف الاخير، يعني قبل ان يعلق حذائه زي ما بيقولوا. ميسي ب 18 هدف الارجنتين قدر ان هو يعني يوصلنا لنقطة جديدة. امبابي كمان بيطارده 16 هدف، وما زالت الاحتمالات مفتوحة كمان الجولة الثالثة فيها الرصيد قابل ان هو يرتفع. كمان كأس العالم 2026 من الاحداث التاريخية اللي كانت فيها لطيفة، وان كانت النتيجة ما كانتش يعني كده، لكن المباراة كانت مباراة مهمة. المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال. حقيقة منتخبنا الوطني يعني ال1000 الاولى عندتنا كتير، لكن ال1000 الثانية ابتسمت لينا فورا، لان احنا لغاية المباراة ال1000 المنتخب الياباني مع تونس كانت مباراة الحقيقة، رغم ان الواحد زعلان عشان خاطر منتخب تونس، لكن محطة جديدة لكأس العالم. وبعدها المباراة رقم 1003 المنتخب الوطني المصري يحقق أول انتصار ليه في تاريخ المونديال. ده كان حدث مهم طبعا بالنسبة لنا في تاريخ كرة القدم المصرية. دي كانت المباراة رقم 1003 في تاريخ المونديال تاريخ كله. المونديال ككل. احنا البطولة الأولى نستعرض كده برضه ونستعيد جولات والأماكن. المباراة الأولى كانت أوروجواي في يوليو 1930 في أوروجواي. المنتخب الأمريكي وبلجيكا 3-0 في باركيه سنترال في مونتيديفو. وفرنسا
والمكسيك 4-1 كان في نفس اليوم. المباراة رقم 100 كانت في سويسرا 1954 مونديال سويسرا، وكانت ما بين النمسا واوروجواي، كانت مباراة تحديد المركز الثالث وفازت النمسا يومها 3-1. المباراة رقم 200 كانت المباراة النهائية لمونديال 1966، وعلى فكرة انجلترا ربما تكررها في هذا المونديال. انا شايف ان هي فرصها من اكبر الفرص لمنتخب انجليزي في اخر 20-30 سنة. انجلترا ممكن يكون عندها فرص كويسة في هذا المونديال. المباراة رقم 200 هي المباراة اللي ابتسمت للانجليز، وقتها كانت مباراة اثارت جدل كبير جدا في 66 ما بين انجلترا والمانيا، خلصت 4-2 للمنتخب الانجليزي على ملعب ويمبلي الشهير، واللي كان فيها الهدف اللي اثار ضجه وحتى فتح الباب لدور الاعلام. ما كانش بقى وقتها لسه لا فار ولا كانت الكاميرات ال4K ولا كده، كانت في كوره الهدف اللي كان فارق جدا مع الذهاب للوقت الاضافي، وكان هدف لصالح انجلترا. وهل الكوره دي عدت الخط ولا ما عدتش الخط؟ فضلت الصحافه والعالم والرياضه يسال الكوره دي عدت الخط ولا ما عدتش الخط من سنه 66 مثلا لسنه 96، يعني 30 سنه، ويجيبوا تحليلات. ولما وسائل المونتاج تطورت ابتدوا يحاولوا يحسنوا جوده المباراه. دي كانت مباراه شهيره جدا. اتحسمت ولا ما اتحسمتش؟ يعني هو بيقال ان هي ربما يكون فيها شكوك يعني، لكن الامر كده عدى بقى خلاص، عدى عليه التاريخ. لكن الانجليز انتزعوا بطوله كانت بطوله بالنسبه لهم طبعا تاريخيه، وهي التتويج الوحيد لانجلترا حتى الان. مباراه 300 كانت في مونديال الارجنتين 78 في 18 يونيو، المنتخب الايطالي في مواجهه النمسا في بيونس ايرس، وانتهت لصالح ايطاليا 1-0. وكمان بعدها كانت المباراه اللي بعدها على طول كانت المانيا وهولندا، وكانت مباراه ساخنه 2-2 في الدور الثاني. المباراه رقم 400 كانت في 86، وطبعا مونديال 86 كان مونديال له طبيعه خاصه، مونديال المكسيك. وطبعا المونديال ده كمان كان نقطه التوهج لمارادونا مع فوز الارجنتين، وبيمر عليه 40 سنه بنستعيد، وكانت المباراه رقم 400. 500 كانت في مونديال امريكا 94، وطبعا مونديال امريكا 94 ده بالنسبه لجيل انا مونديال له خصوصيه، لانه ده كان اول مونديال بعد منتخب مصر. ده يعني بالنسبه لي انا كان اول مونديال تابعته يعني ايه بشكل دقيق، وكان عندنا كراسات وبنقعد نجمع النتائج زمن ما قبل الموبايل يعني. المباراه ال 600 كانت في كوريا واليابان 2002 فرنسا واوروجواي، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. ال 700 كانت في بطوله 2006 في المانيا، المنتخب الفرنسي انتزع الفوز من اسبانيا 3-1. 800 كانت في مونديال البرازيل 2014، وكانت مباراه ساخنه جدا ما بين الفريق اللي فاز بالبطوله وقتها المنتخب الالماني المانشافت مع غانا، وانتهت 2-2. ودي المباراه الوحيده اللي المنتخب الالماني فاز فيها في البطوله كلها، يعني هم هزموا البرازيل في البرازيل في السيمي فاينال 7-1، لكن ما عرفوش يفوزوا على غانا يومها في المباراه اللي كانت في يونيو 2014. المباراه 900 كانت مباراه نهائي ايضا مثل المباراه رقم 200، كانت نهائي كاس العالم في روسيا 2018، جمعت المنتخب الفرنسي والمنتخب الكرواتي. وطبعا ده كانت بدايه الصعود الكبير لامبابي، وكانت محطه من المحطات المهمه. كاس العالم السنه دي يشهد صراع ساخن في قوى كرويه كتير متعدده، ما فيهوش بعيد تماما عن زمن القطب الاوحد. عندنا الارجنتين كمان عندها فرصه ان هي تبقى حامل اللقب، دايما عنده عقده في المونديال، ما بيفوزش ابدا، لا يكرر الفوز مرتين متتاليتين. بس يعني حصلت تاريخيا البرازيل هي البرازيل مره واحده، وكان برضو حتى وقتها دي الفتره الوحيده اللي شهدت توقف كاس العالم في خلال نفس الفتره بسبب الحرب العالميه الثانيه. فلكن هي يعني بطوله توهجات، هنشوف الارجنتين وفرنسا واسبانيا وانجلترا، والله اعلم مين تاني. عندنا كمان المنتخب المغربي، وعندنا كمان المنتخب المصري ان شاء الله باذن الله يقدر في الفاينل. المنتخب البرتغالي ومنتخب هولندا يعني اليابان الصاعقه اليابانيه اللي كانت في البدايه دي ربما تدي دفع لهولندا، عشان كده هم فاقوا جامد على السويد. ممكن هولندا كمان يكون عندها فرص. كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس العالم حلم الشعوب وانتظار كبير، صوت الملاعب والشغف المشتعل المثير، 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ يسير، أمريكا وكندا والمكسيك، تنظيم يفتح الباب والمصير، والعالم اليوم يدخل ليلة الحلم الكبير. كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس العالم 8 عرب
الجزائر المغرب. كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس العالم. الأرجنتين تريد ختام ميسي الأخير، والبرتغال حلمها رونالدو والمجد الكبير، والبرازيل سحرها باللاعب المستنير، وفرنسا مع مبابي تشعل الليل المثير. ألمانيا بقوة والخطة لا تستدير، وإسبانيا مع يامال حلمها صعد المسير، وبلجيكا الحصان الأسود دائما في التحذير، وهولندا بالفن واللعب فيها خطير، والإنجليز يريدون إعادة الكأس للديار. في كل ملعب يشتعل الصوت بانفجار. يابان نيوزيلندا أستراليا إيران أوزبكستان كوريا الجنوبية كرواتيا النرويج سويسرا نمسا اسكتلندا السويد تركيا البوسنة التشيك كاب فيردي ساحل العاج غانا السنغال جنوب أفريقيا الكونغو كوراساو هايتي بنما كولومبيا الإكوادور باراغواي أوروغواي منتخبات حلمها إثبات القوة والاقتدار. هنا يبدأ الحلم من جديد، هنا التاريخ وهنا صوت الجماهير. كأس العالم أعظم حلم في الكون الكبير، من سيحمل اللقب، من سيدخل التاريخ ويفرض المصير. كأس العالم كأس العالم كأس العالم كأس العالم. كأس العالم كأس العالم. اظبط الراديو واسمع شباب ورياضة، الكورة جوان استمتع، شباب ورياضة، والفن الراقي هدفها، شباب ورياضة، مع أحلى برامج شجع، شباب ورياضة. اسمع، شجع، ابعت، اتصل، شارك بحيوية ونشاط مع أحلى إذاعة 24 ساعة. تسمع ولا عمرك تشبع، شباب ورياضة، وفريقنا كله أبدع، شباب ورياضة، 108 موجتها، شباب ورياضة، الكل عليها أجمع، شباب ورياضة. الشباب ورياضة، اسمعنا واستمتع بإيقاعنا. الملعب من الناحية التانية. الملعب من الناحية التانية. مش كل كلامنا هيبقى بس كورة، هنقول كلام في الملعب من الناحية التانية. بشكرك جدا أستاذ مصطفى طاهر، وضيوفنا الكرام أستاذ عبد الحميد عمران، أستاذ أحمد جادو. بشكركم جدا، يعني دايما الأحداث الرياضية بتجمعنا بذكريات جميلة. بشكركم جدا. كنا معاكم النهاردة محمد يسري، نادية النشار، إخراج دينا فايد. استنونا الأسبوع اللي جاي قبل الميعاد ده بساعة، كواليس جديدة، جوانب جديدة للرياضة والملعب من الناحية التانية. الملعب من الناحية التانية، نادية النشار، إخراج دينا فايد. انت بتسمع دلوقت 108 وبس، إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. غاوي كورة هتلقى الكورة وماتشات صوتها أحلى من الصورة، غاوي أغاني وليها معاني هناخدك تبقى في عالم تاني، في الموجز آخر الأخبار وإحنا معاكوا ليل ونهار. انت بتسمع دلوقت 108 وبس، إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. وإذا
إذا كنت تحب الراديو يبقى آدي أهو الاستوديو جوه بيتك انت يلا معاك إذاعة قول إن شاء الله. تبقى دايما كده عادة الشباب ويا الرياضة. انت بتسمع دلوقت 108 وبس، إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. الشباب والرياضة، اسمعنا واستمتع بإيقاعنا.